مصطفى، مرحبا بك على فوت بلوس، من أقدم محبي النادي الأفريقي في باب جديد. خلينا نحكيو بصراحة عن النادي الأفريقي، الأحوال ظاهر لي ما تعجبش. والله الأحوال جيت تشوف ما تعجبش هي، بالرغم اللي ثم الإمكانيات وثم معناتها لهوة واحد مع حويجة واحدة اللي أنا معناتها خلت النادي بالصفة هذيا ساعة الإدارة أنا مانيش مقتنع بها. الإدارة يلزم الناس يكونوا عندهم الكفاءة وعندهم عرف وعندهم معناتها يعرفوا صلب النادي شنو، فهمتني؟ ثم ناس اللي جات تحب تخدم بارك الله فيهم ما يعرفوش معناتها كيفاش يتصرفوا كيفاش واحد من ناحيه الملاعبيه من ناحيه الشريان من ناحيه فهمت برشا حاجات. اخويا سي سليم الرياحي شاد فيه بصحيح يحب يعاونها ويحب ينجحها، ما عنده حتى فكره على الكوره. الحل لازم فما شكون عباد تنصحوا تتفاهموا. مثلا شكون العباد؟ عباد يجيبهم حتى من ولاد الرباط، من ولاد الرباط مش لازم يكون عندها انجينيور ولا محامي ولا واحد قاعد يجي لهنا للرباط. هو مش قاعد يجي، كان يجي يسمع تو يفهم الكوره. ينقص لنا ساعه اخويا، فما اسامي قاعده تتبع في الكلوب كيما سي عبد اللي خاسرين ماتش مع الفاقس ماشي يبكي تقول علينا نلعبوا على الديوح. تاع شنو البكاء؟ أسباب عديدة برشا معناتها يديروا مش باهي في اللي عاملينها وقت شيء ما يجي وقعتها. الجوارات تلعب اللي شيء تخش عليها حكومة اللي تلعب عليها الجوارات كلهم عليها يلعب لا يلعب كما يحب هو ويشد الكورة مش عليه يلعب في حومة. معناها ما فماش ديسيبلين. ما فماش ديسيبلين، هو الأكثر من كل شيء هو الديسيبلين الجماعي. الكلهم حومة مش عليهم يهبطوا في حومة 11 واحد اللي هذا يشد الكورة يحب يلعب فيها كما يحب هو. فهمني ما ثماش حتى تصير جو ما ثم حتى شيء.